got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. ازيكم؟ الاخبار؟ عاملين ايه؟ بجد انا مبسوط ان اول حلقه اثرت في ناس كتير. لقيت ناس قريبين مني بيكلموني وناس باعتين في الدي ام على البيج ان هم يعني بجد بداوا يحسوا بالحاجات اللي حواليهم والكراسي والترابيزات زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. بس في نفس الوقت برضو كان في ناس مش مقتنعه قوي اللي انا قلته، وده انا احترم طبعا ده. بس يعني واحده واحده هبدا نتكلم في الموضوع ده اكتر، هتلاقي نفسكم ان انتوا يعني بداتوا تستوعبوا ده شويه. وطبعا اكيد الناس كلها مش هتتفق على نفس الحاجه، بس يعني على قد ما نقدر هنحاول نغير في الناس ان هم يفهموا اللي احنا بنتكلم فيه. وفي الحلقه دي بقى عايزكم تتخيلوا معايا ان اي حاجه معموله من حديد ممكن تكون بتحس او يكون لها روح برضو وعندها مشاعر، زي العربيات احنا بنشوفها ان هي آلة، بس احنا بجد لو سمعناها وحسينا بيها هنحس ان هي ليها نبضها الخاص. في نفس الوقت ده العربيات دي ما كانتش بس مجرد ان هي وسيله تنقل بالنسبه لكم، لا دي كان يعتبر بيتكم التاني. وكمان لو كنت بتسافر مثلا كتير او بتتحرك هتلاقي ان انت كنت بتقضي نص يومك اصلا في العربيه. يعني العربيات دي مش حاجه بس كنا بنستخدمها، دي حاجه كنا متعلقين بيها. والعربيات لما تبقى عايزه تعبر عن نفسها هي بتعبر عن نفسها بس بحاجات مختلفه، يعني صوت رجه في الموتور، صوت الفرامل عايز يتغير، تقطيعه خفيفه كده بالبنزين، او طبعا لمبه كده في الطابلون منوره ولا حاجه. بس برغم كل ده هي بتستحمل معاك في اصعب الظروف وبتيجي على نفسها قوي عشان تقدر تكمل معاك وما تزنقكش مثلا في موقف ان هي تعطل منك مثلا في طريق سفر او تعطل منك في زحمه. هم على قد ما يقدروا يا جماعه بيحاولوا يساعدونا، زي ما هم بيجوا على نفسهم نيجي احنا على نفسنا ونيجي على جيوبنا ونعمل الصيانه اللي هم عايزينها. ودلوقتي معانا مكالمه عشان نسمع العربيات هم بيحسوا بايه فعلا. ازيك؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ كل فل يا دوما. كنت عايز اعرف انت بتحس بايه، يعني ايه الحاجات اللي ممكن تضايقك من البني ادمين؟ هي حاجات كتير، بس باختصار مفيش اهتمام، لا صيانة في ميعادها ولا دفى من البرد ولا ظل من الحر. طيب كمان يعني ايه اللي نفسك فيه؟ يعني مثلا لو انت هتطلب طلب من بني ادم نفسه يعمل لك ايه؟ نفسي يعرفوا اننا بنحس مش حتة حديد. طيب اوعدك ان شاء الله ان انا هحاول اوصل طبعا صوتك ده للناس وان هم يبداوا يحسوا بيك وبالعربيات اللي زيك، ونبدا طبعا نخليكم انتوا من حقكم تعيشوا احسن من كده. وقبل بقى ما ابدا اتكلم عن تفاصيل يعني او كده، خلينا نقسم العربيات لسيجمنت برضه. عندنا طبعا التوب بتاع العربيات دي كلها العربيات النقل. وطبعا يعني سواقين النقل انا مش هقدر اتكلم عليهم كتير لسبب، هم سواقين النقل بجد انا بحسهم ان هم اكتر ناس بيراعوا العربيات اللي معاهم، بسبب ان هي دي بجد بيته التاني، هو على طول على الطريق، على طول العربيه معاه، فهو بقى بيبقى مدلعها. يعني عندنا مثلا بيبقى في دلع بمعنى في اكسسوارز بتتركب للعربيات دي يا جماعه، بتوديها في حته تانية. هي العربيه نفسها بتحس ان هي مميزه، يعني العربيات لما بيبقوا واقفين مع بعض في الموقف تحس لا بتقول لها بصي انا جات لي فواحه جديده، بصي الاكسدام اللي عندي الجديد ده، انت ما عندكش الاكسدام ده، صاحبك شكله ما بيصرفش عليه. والسيجمنت التاني اللي منتشر جدا وموجود في كل محافظه في كل مدينه في كل حي، التاكسيات والمشاريع والتونيات. النوع ده بقى من العربيات السواقين اللي فيها في ناس الصراحه بتعاملهم كويس، بس برضه في ناس هي بجد يعني انا لو انا مكان العربيه دي انا هبقى متضايق. وغير طبعا بقى الكهارب والحاجات اللي بتبقى موجوده، السماعات العاليه اللي بتبقى محطوطه، وبرضه الديكوريشن اللي بيبقى على الرف اللي هي مثلا الكلاب اللي بتهز راسها دي او كده، دي برضه يا جماعه بتقلل من قيمه العربيه. هي نفسها لما بتبقى مثلا بتروح تركن في مكان مثلا في عربيات ملاكي هي تحسها بتبقى محرجه شويه، تحس ان الاوتفيت بتاعها مش احلى حاجه وكده. فيعني يا ريت نقلل الحاجات دي من الديكوريشن. ودلوقتي بقى خلينا نبدا نتكلم عن العربيات الملاكي. العربيات الملاكي في الاغلب بتبقى اكتر عربيات مرتاحه بسبب ان يعني مشاورها ما بتبقاش كتير، الحمل عليها ما بيبقاش زياده او كده، وكمان بقى بتبدا تسافر معاك لما بتطلع الساحل. وفقره الساحل دي بقى يعني بجد يا جماعه يا ريت تهتموا بالعربيات في الحته دي. العربيه بتطلع هي بتصيف بالغصب، فاهم؟ يعني انت ما بتخيرهاش، هل انت عايزه تصيفي؟ لا لا لا، انا كده كده رايح البحر، هرجع بالرمله بتاعتي بالتراب بكل حاجه بالميه اللي عليا، وهبلك وهوسخك وكل حاجه. وكده كده في الاغلب محدش بيغسل عربيته قوي في الساحل، بيقول لك لما ارجع بقى انا هبقى اغسل العربيه بقى هناك لما ارجع، ما كده كده هتتوسخ. لا حاول تنضفها اول باول علشان هي تبدا تبقى مبسوطه معاك، تروح معاك البحر، يعني حاسسها ان هي برده متدلعه. في برده بوينت كده عايز اتكلم فيها. العربيه دي يا جماعه يعني انت خلاص روحت البيت وركنتها تحت البيت، طيب ما فكرتش ان انت ممكن مثلا في الشتاء تبقى مغطيها جايب لها كفر، عشان هي انت بتبقى قاعد فوق اصلا متدفي باللحاف كل حاجه وبتبقى سقعان، ما بالك هي في الشارع. ولو ركنها في جراج برده تمام ده حلو، بس للعربيات مثلا اللي بتبقى في الشارع هات لها كفر عشان الرطوبه اللي بتنزل عليها الميه دي هي بتحس نفسها مبلوله وعرقانه، ده شعور بالنسبه لها مش احلى حاجه يعني. وغير كده برده انت في الصيف يعني هي في الشتاء بتبقى سقعانه ومتلجه وكل الحاجات دي وانت ما فكرتش تدفيها، طيب انا عايزك على الاقل في الصيف توقفها مثلا في حته تحتيها ظل، وهي فوقها شجره مثلا مداريه عليها الشمس اللي بتبقى عليها، علشان برضه يا جماعه كل حاجه بقى في العربيه ساعتها بتتاثر بالشمس.
طاره الدركسيون اللي انت بتتضايق منها الصبح دي وتقول اوف ايه ده ايه ده، لا دي بتلسع، ما بالك بقى هي حاسه بايه. وغير بقى الدركسيون، الكرسي بقى نفسه اللي انت اول ما بتخش بتقعد عليه بتقول اوف ايه ده انا اتلسعت، لا 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 انا مش قادر استحمل ده. انا عايزك بقى تتخيل ان هم طول اليوم هم قاعدين في درجه الحراره اللي انت مضايقاك دي وانت مش قادر تستحملها لثانيه، وبتنزل من العربيه تشغل التكييف وتسيبه لغايه ما تبقى العربيه كويسه وترجع. طيب ليه بقى كل ده؟ انت ما تجيبش شماسه مثلا للعربيه هتحميك انت، وساعتها هتحمي برضه العربيه، وبرضه ساعتها هي مش هتحس ان هي متضايقه او حرانه. وعايز برضه اتكلم عن حاجه، يعني كاوتش العربيه زي ما انت بتهتم بيه واول ما بتلاقي في حاجه بتقف وخلاص انت بتحس ان ده في ريسك على حياتك بقى كل ده، عايزك برضه تهتم بالحاجات التانيه، مش عشان هي ما بتتكلمش وبتفضل ماشيه معاك وبتعديها بتقول خلاص لا عادي هسيبها. لا، زي ما انت اول ما الكاوتش بيحصل له حاجه بتتغيره وبتنزل ما بتعرفش تتحرك بالعربيه، لا اهتم بالحاجات التانيه دي برضه عشان هي مهمه، بس انت مش عايز تسمع شكوتها عشان هي محترمه ما بتتكلمش ولا بتوقف لك العربيه زي الكاوتش. وفي الاخر العربيات دي لو كانت بتتكلم هي ما كانتش هتطلب مننا كتير، هي بس كانت كل اللي عايزاه ان احنا نديها شويه اهتمام زياده. يعني اول ما هي تقول لك مثلا انا في حاجه تعباني، في حاجه مضايقاني، في صوت بدا يلعب فيها، ابدا بس روح اكشف عليها علشان هي ساعتها تبدا تخدمك احسن وتبقى مرتاحه ومبسوطه معاك. والكلام ده طبعا لكل العربيات اللي احنا اتكلمنا عليها. واحنا لو عرفنا نتعامل معاها ان هي كائن حي بهدوء وحنيه وصبر، هنكتشف ان كل الحاجات اللي حوالينا حتى الحاجات الساكته ليها روح، واحنا اللي ساعات ما بنشوفهاش ولا بنحس بيها. ودي يا دوما فركش. لا يا عم الحمد لله، الموضوع ده الصراحه كنت لازم اتكلم فيه. يعني العربيه عندي زعلت مني، قالت لي انت اتكلمت عن الكراسي والترابيزات مش عايز تتكلم عليا.